في ظل ما شهدته مناطق روج آفا مؤخرا من فيضانات وسيول واستجابة لنداء الواجب الإنساني، عمل الهلال الأحمر الكردي على تنفيذ جملة من الإجراءات الطارئة والإسعافية عبر فرقه المتخصصة في الإسعاف والإنقاذ وفرق الاستجابة الأولية، إلى جانب مشاركته ضمن خلية الطوارئ التي تضم الدفاع المدني وإطفاء بلديات الشعب وقوى الأمن الداخلي إلى جانب الجهات المعنية الأخرى. وتركزت الخدمات التي قدمها الهلال الأحمر الكردي في روج آفا على التدخل السريع وإجلاء الأهالي العالقين في المنازل والمخيمات المتضررة جراء الفيضانات، إلى جانب نشر نقاط طبية متنقلة في المناطق المنكوبة وتقديم المساعدات الطبية والصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية. كما وعملت الفرق على نصب خيم لإيواء العائلات المتضررة. وفي لقاء خاص مع قناتنا تحدثت هدية العبد الله الرئيسة المشتركة للهلال الأحمر الكردي في روج آفا عن مجمل الأعمال التي نفذتها فرق الهلال خلال الفترة الماضية في كل من الحسكة وقامشلو وريفهما في إطار الاستجابة للظروف الطارئة التي خلفتها الفيضانات. بداية هطول الأمطار والفيضانات اللي صارت بالمنطقة تم تقديم المساعدات من قبل الهلال الأحمر الكردي. مخيم سريكانية كان أول المتضررين بسبب الفيضانات اللي صارت. 120 عائلة تقريبا انضررت. تم نصب خيمتين كبار للعائلات اللي تضررت بشكل كامل ليحسنوا يستقروا ويناموا بالخيمتين لا يتم حل مشكلة المياه وشط المياه الموجودة ضمن الخيم تبعهم. أيضا تم تزويد المخيم بسيارتين إسعاف، سيارة نسائية وسيارة طبعان. كمان كان في فيضانات بمنطقة جمعاية وكتير بيوت كانت بيوت طينية قديمة بمنطقة الهلالية بالقامشلي اتضررت. وفي منهم حتى صار هدم بالبيوت. أي فيضان عم يصير أو منسوب المي بس يرتفع بتكون سيارة الإسعاف قريبة موجودة من المكان. في حال لا سمح الله صار غرق أو أي حدا بيحتاج مداخلة طبية إسعافية لا تتقدم لهم الخدمات الموجودة. أيضا تم إخلاء ما يقارب 10 عائلات بالتنسيق مع الدفاع المدني والبلديات الموجودين بالحسكة، وإخلاء تقريبا 4 عوائل كانوا موجودين بقبو.